كارثة وعار في تاريخ الفيفا بعد اللي صار من مباراة أمريكا والطرد اللي ربع اليوم. يدعون المصريين ظلمهم من حكم فرنسي ساعد الأرجنتين. مباراة فرنسا والمغرب يوم الخميس قيادة أرجنتينية. هذا الحكم في الأرجنتين متهم بأنه حكم ظالم. لأول مرة في تاريخ المونديال حكم الأرجنتين حكم فرنسا والمغرب قيادة أرجنتينية. هم يكرهون العرب، لا يريدون الخير للعرب، لذلك بإذن الله يفعلونها المغاربة. يا رب انصر المغرب. بشكل رسمي يا اخوان، مباراة المغرب وفرنسا بتشهد شيء اول مرة يصير في كأس العالم 2026، وهو ان الطاقم التحكيمي بشكل كامل من جنسية واحدة. الحكم الاساسي، حكام الراية، الحكم الرابع، غرفة الفار، كلهم من جنسية الارجنتين، وهذا شيء اول مرة يصير في كأس العالم 2026. طبعا اليوم ما في مباريات في كأس العالم، بكرة باذن الله قمة المغرب وفرنسا. الحين خلاص بنمشي مباراة، كأس العالم قرب يخلص. فولو لايك اخ، السلام عليكم. هي كده المؤامرة واضحة ومش محتاجة كلام. طاقم تحكيم أرجنتيني لمباراة المنتخب المغربي ومنتخب فرنسا. يعني انت بتظلم مصر بطاقم تحكيم فرنسي، فعايز الطاقم التحكيم الأرجنتيني يجامل فرنسا على حساب المغرب. خلي بالكم يا مغاربة، عشان مباراتكم مع فرنسا هي نهائي كاس عالم. اللي هيكسب الماتش ده انا متأكد 100% هيكسب كاس العالم. هيحاولوا يوقعوا المغاربة، هيحاولوا يخلي المغاربة يتظلموا تحكيميا. بقول لك ايه، انت هتشوف بعد بكرة مباراة فيها كمية عهر تحكيمي. خلي بالكم يا مغاربة، عشان هيتم ظلمكم ظلم فادح. واوعوا تنسوا لما اتظلمتوا قدام نفس المنتخب الفرنسي في كاس العالم 2020 واتحرمتوا من بطولة كان المغرب يستحقها. المصريين معاكوا 110 مليون مصري و30 مليون تونسي، ومعاكوا كل العرب قدام فرنسا. هندعمكم ومش هندعم حد غيركم. ولكن المقابله ديال المغرب مع فرنسا، شكون الحكم ديالها؟ الارجنتيني هو اللي ادار مقابله ديال المغرب مع البرتغال. هنا خاص شويه، خاص نركزوا معاه، خاص يكون تركيز عالي مع هذا الحكم. وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يفوت. انا نقول لكم هذاك الحكم هذاك 99% غادي يخلي يعاون المغرب، خاصه هو بنفسه. علاش؟ لانه ما يخصوش يطلع المنتخب الفرنسي. يطلع المنتخب الفرنسي يقول لك هو يدافع على بلاده. راك فاهمين؟ يعني فهموني شويه. مي حنايا راه المنتخب المغربي اللي قلت انا منتخب المغرب مع الارجنتين في النهائي، ورانا قلناها 70,000 مره وانا نقولها. واليوم انا ركزت مع المنتخب المصري واحد 10 دقائق، جبنا لهم صاحبي شالينا الحفله طياره. حفيظ الدراجي في الشوط الاول دار واحد التدوينه يا رجاله منا طاطات، هو قتلهم. الشوط الثاني سبحان الله العظيم جري عليه. باش تعرفوا حفيظ الدراجي راه التدوينه راه كاينه. دار واحد التدوينه والله لا في الشوط الثاني مساكين والله ما قدروا يكحزوا. والله المصريين ما كحزوها في الشوط الثاني. علاش؟ كحزوا بمهجمه واحده، هذيك اللي سجلوها وتلغى لهم بحساب الخطا، والزوجه اللي مركاوها. ومين خلات لهم الارجنتين باش يديروا اللاعبين مركات الارجنتين الهدف التروازيام، خلاتهم يديروا اللعب بصح ما قدروش. هنا الفرق ما بين المستوى العالي مع هذا المستوى. انا كنت نقول لكم راه غادي تقدر تساطح لك مع هدف وتساطح لك مع الزوج ودير الجرينتا ودير، ولكن واش غادي تكمل؟ ما تكملش. كملوا اليوم ما قدروش يكملوا. شحال لعبوا 70 دقيقه مورها ما قدروش، فيزيكمون طاحوا. لانه ما تقدرش تكمل مع هادو، تتعب غادي تتعب. كلشي يصرى لك. انا والله القسم شو تهنينا منهم وصداحهم. كانوا غادي يمرضونا واحد 20 عام ولا 30 عام، وحنا يا عمي الحاج وصلنا لدور 16 وحنا ولكن كنت تدور على السجل التاريخي ديالو ربح نيوزيلاند الوحيد اللي ربح، عنده فوز واحد وفوز بضربات الجزاء، تحسب تعادل هذاك مع استراليا، وفوز وتعادل مع ايران والسلام عليكم. يعني عنده فوز واحد. يعني القانون وفي الاخر في الفيفا تحسب لك فوز واحد، وي فزت بضربات الجزاء وي، ولكن ما ذاك ما تحسبش.
تحسبلكش هذاك فوز. يعني باش تعرف قيمه ديال المنتخب لاعب مع نيوزيلندا واستراليا، غادي يقول لك صافي يا عمي الحاج احنا اقوى منتخب في العرب واقوى منتخب في افريقيا، واليوم كانوا غادي يطبلوا التطبال، كنا غادي يمرضونا بالتطبال، كانوا غادي يصدعونا بالتطبال، كانوا ما غاديش يسكتوا. كانت هذا غادي نفوتوا اكفس يومين كنت غادي نفوتهم في حياتي انا بعد فؤاد، كنت غادي نفوتهم، ولكن قلت لهم يا خويا سيكتوا انتما ماشي ديالك خليو الرجاله. انا اشوف انا نمتها ونعاود نقولها. انا سمعت النشيد الوطني ديال المغرب في لافينال، والملك محمد السادس وترامب وانفانتينو وفوزي القشع والدنيا والعائله الملكيه والملعب عامر، النص احمر والنص زرق، النص الاحمر ديال الارجنتين والنص زرق، المقابلات تعرفوا تاريخيه. يعني هذه حلمت هالشيء هذا واقع. ولعب باحسن الملعب اللي لعبنا فيه المقابله الاولى مع البرازيل، تما غادي تولي لا فينال. وشوف وميسي وكل شيء، ولكن في التالي ربحناه، في التالي كسبناه ب2-1، ودات الكاس المغرب حكيمي دا الكاس. هذا هو الواقع. او شوف انا راني نحلم، حلموا معايا. شوف في كومونتر غير حلموا معايا، انا راني غادي في الحلمه ديالي والكاس، انتم زيدوا حلموا معايا. المهم ان شاء الله. ما كنت قلت لكم هاد اليومين كان غادي التطبال ما يسكتش، كانوا غادي يهبلونا بالتطبال. احنا وام الدنيا وحبود انا وتاتات واحنا المصريين واحنا يا عيال وهذا ركزت معاكم 10 دقائق شريت عليك معليش. المهم هذه باش تعلموا، مازال خصكم تعلموا. هذه تعطيكم ان شاء الله الكاس العالم الجايه باش تعلموا كيفاش تطوروا. لا واسع ما ظنيت تكون تعطوا في مجموعه كبيره ما كنتو غادي ديروا والو. والله انا كنت تعطوا في مجموعه كبيره في كاس العالم ما كنتوش غتطلعوا. يعني غير من ولات لهاد البونيس والمركز الثالث ولاو كاع يطلعوا، كاع جبر كاع الهيشر، كاع شي منتخبات ديال الهيشر جبرهم في الدوزيام تور. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. وفين الحباب كلشي شاف الماتش ديال مصر ضد الارجنتين، والحكم اللي كان عندهم هو ديال فرنسا، يعني فرنساوي. نوض الروينه في العالم كامل. دابا الفيفا جات دارت هاد الارجنتيني، ماشي غير هو، الطاقم ديال الحكام كله، ماشي غير واحد ولا جوج ولا ثلاثه، 5 ديال الحكام ارجنتينيين في الماتش ديال فرنسا ضد بلادنا المغرب. دابا الفيفا طاحت في واحد المأزق كبير، كاع اي دوله تقصاد دابا كتهضر على هادو، كتقول لك الفيفا بغات هادو هما اللي يربحوا كاس العالم. دابا في الماتش ديالنا اللي كيهمنا حنا، واش هادو غيكونوا مع هادو ولا غيخلقوا لنا حنا مشكل؟ حنا اللي بغينا من هادشي كامل الماتش اللي غادي يدار ديالنا ضد فرنسا التحكيم يكون زوين، ما يكونش كارثي بحال الماتش ديال ليجيبت. شوف نتفقوا مجموعين، ليجيبت يعني مصر تسرقات، كونوا واقعيين، تسرقات، الله يدير لي فيها الخير وصافي. هادشي اللي غنقول لكم. الفيفا طاحت في واحد المأزق كبير، خصها تلقى شي حل. أول مرة في الكأس العالم 5 ديال الحكام من نفس البلد ضد المباراة اللي عندنا مع فرنسا. 5 ديال الحكام أرجنتينوس، تخيلوا معايا 5 ديال الحكام أرجنتينوس. والله أعلم شني غادي يكون. والمباراة ديال اللي دازت ما بين مصر وأرجنتينا 3 ديال الحكام فرنساويين وجوج اللي في البار فرنساويين. يعني اش غنقول لكم الله اعلم، ولا كاينني 5 ديال الحكام ارجنتينوس. ارجنتينا ما دينا لهم الكاس العالم، حاقدين علينا، والله اعلم. هاد الفيفا شنو باغيين يديروا بهاد الحكام هادو؟ يكون خير ان شاء الله، نتمنى يكون خير. وكيف مشوا الاخوان، كانوا هما التعليقات ديال الجماهير العربيه
على هاد القضية ديال الحكام اللي كاملين غادي يكونوا من الأرجنتين في المباراة ديال فرنسا والمغرب. وكيف ما شفتوا في الماتش ديال مصر والأرجنتين تا هما كانوا عندهم الحكام كاملين فرنساويين، يعني كاينه شي حاجة في الخفاء تمايا. حتى نتوما خليونا الآراء ديالكم في التعليقات، قولوا لنا شنو رأيكم في هذا الموضوع هذا، وما تنساوش لايك كومونتير اشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم.